عليكم. في مرض منتشر جدًا، جدًا، جدًا بالذات بعد سن ال55 وممكن ييجي قبل كده لو حد بيعمل رياضات عنيفة أو لا قدر الله حصل له حادثة أو اتخبط خبطة قوية جدًا، وهو مرض خشونة المفاصل. مرض خشونة المفاصل أو الosteoarthritis ده بيبقى نتيجة تآكل في الغضاريف اللي موجودة في المفصل. نتيجة كده بيبقى في احتكاك ما بين العظام اللي موجودة في المفصل ده، قد يكون مفصل الرقبة أو مفصل الحوض أو مفصل العمود الفقري أو مفصل في الإيد أو مفصل في الركبة، هو أشهر حاجة المفصل بتاع الركبة. أعرف منين اللي أنا عندي الخشونة؟ بتلاقي في صوت طرقعة، بتلاقي في وجع في المفصل ده، بتلاقي في ورم حوالين المفصل ده أو قريب منه، بتلاقي الحركة بتاعته بقت محدودة، بتلاقي الشكل بتاعه ممكن يكون بالعين كده بتبان إن هو شكله مختلف، وبتحس كده إن المكان ده ما بقاش قوي أو المفصل ده ما بقاش قوي وما بقاش ثابت. ساعتها بس بنروح للطبيب، والطبيب بيقدر يشخّص سواء بحركات معينة يعملها أو بأشعة أو تحاليل ويشخّص. لو أنت مريض خشونة مفاصل، الفيديو الجاي للعلاج بتاع خشونة المفاصل، وبالشفا إن شاء الله وربنا يستر على الجميع.